labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kita sekarang bersama jamaah Nurus Sobah berada di Masjid An-Naim sebagai umroh yang ketiga. Umroh ketiga kita di dalam Masjid An-Naim, masjid yang megah sekali dan penuh orang, dan kita akan menunggu sholat maghrib. Setelah kita sholat maghrib, kita niat nawaitul umroh wa akhramtu biya badalan an. Saya niat umroh menggantikan, sebutkan yang digantikan, lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Itu niat menggantikan orang lain. Nah, setelah umroh wajib kita Cikrona sudah, dan sekarang tan'im. Mudah-mudahan jamaah selalu diberi kelancaran oleh Allah SWT, selalu kemana-mana mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah SWT. Allahumma yassir lana ziarah Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wal Masjidil Mubarak. Kita untuk menunggu tanggal 26 Juni kita memperbanyak umroh, memperbanyak ibadah di tanah suci Mekah, karena ibadah di tanah suci Mekah khairun min mi'ati alfi sholatin, pahalanya lebih banyak daripada 100.000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله جل وعلا إذا أراد بالإنسان خيرا فتح له أبواب الخير، والله جل وعلا إذا تفضل على الإنسان بشيء من الفضائل التي حرم منها كثير من الناس فإنه دائما يشكر الله عز وجل، وكل واحد بحسب ما وفق الله عز وجل بعمله وفي مكان وفي تيسير الله عز وجل له، سواء الحجاج أو العمار أو القائمين على شؤون الحجاج أو من هم مثلا في بيوتهم أو لم يتمكن في الحج. الحمد لله الكل على خير بإذن الله عز وجل، لكن الإنسان دائما يستصحب ويعلم أن النية أساس كل شيء. النية أساس كل شيء. ربما الإنسان يجتهد ويحرص على العمل لكن ليس له من عمله شيء والعياذ بالله. ليش؟ لأن المراد والنية والمقصد ما هي لله. أراد أن يثنى ويمدح فقد قيل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: المجاهد والذي قتل في سبيل الله يقول مجاهد فقيل، والذي ينفق في سبيل الله فقيل جواد، والذي يتلو القرآن فقيل قارئ، فقيل له في هذه الدنيا لكن ما نفعته عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن نيته ليست لله عز وجل، ومراده ليس لله عز وجل، وقصده ليس لله عز وجل. لكن عندما يكون مراد الإنسان وقصده لله عز وجل ونيته بما عند الله عز وجل من الأجر والفضل والثواب
التفضل منه جل وعلا، فإن هذا يجعل الإنسان يعلم بأنه يتعامل مع رب كريم. أنت تتعامل مع رب كريم، والله جل وعلا إذا اطلع على نيتك وعلم قصدك وعلم أنك تريد ما عند الله عز وجل، فاعلم أن الله عز وجل سيهيئ لك وسيعينك بإذن الله عز وجل على كل ما أردت وكل ما نويت وكل ما قصدت. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وكرم الله جل وعلا أوسع من كل شيء سبحانه وتعالى. فالحمد لله والفضل من الله والمنة من لبيك الله. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة